لو انتوا لسه طلبة وبتذاكروا او زي حالاتي كده بتشتغلوا من البيت ومش عارفين انتوا بتشتغلوا كام ساعة في اليوم وعايزين تشوفوا الموضوع بشكل منظم اكتر وتعرفوا انتوا انجزتوا قد ايه وبتشتغلوا كام ساعة او بتذاكروا كام ساعة في اليوم وخلال الشهر. ففي الفيديو دوت هنعمل مع بعض تراكر او متتبع بسيط وانيق هيساعدكم تتابعوا كل خطوة بتاخدوها في شغلكم او مذاكرتكم وتشوفوا التقدم بتاعكم قدام عينيكم يوم بعد يوم، سواء كنتم طلاب او فريلانسرز او بتشتغلوا من البيت. فالتصميم دوت معمول علشانكم. يلا بينا نبدأ ونصممه مع بعض. بس قبل ما نبدأ خليني اقول لكم لو عايزين تبيعوا التصميم دوت وتكسبوا منه فلوس، ما تنسوش تشوفوا الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف او تكتبوا في التعليقات كلمة مكسب عشان توصلكم كل التفاصيل عن ازاي نكسب من التصميم دوت فلوس. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدأ. اول حاجة هعملها اني فتحت كانفا بالشكل دوت وفتحت صفحة A4 تكون لاندسكيب او بالعرض، ودي شرحناها بالتفصيل في الفيديو السابق. دلوقتي اول حاجة هبدأ بيها هي الجدول بتاعي. وعشان اعمل جدول على كانفا في طريقة سهلة جدا ممكن اعملها، وهي ان هاجي هنا اضغط سلاش من الكيبورد وهكتب هنا كده كلمة تيبل. اول ما ابدا اكتب تي اي بي هيبدا يطلع لي الاختيار دوت، هختار تيبل. هو هنا بيقول لي انت عايزه تعملي تيبل اي مقاس، فانا هختار اكبر مقاس ممكن لان انا عايزه اعمل تيبل كبير جدا يكون تراكر للشهر كله، هعمله بالشكل ده. طيب لو انا الاوبشن دوت مش متاح عندي او بشتغل من الموبايل او ايا كان، فهاجي هنا كده من elements وهختار من هنا كده كلمة تيبل. هيظهر لي التيبلز صغيرة ديت، في منها كذا ستايل، اقدر اختار الستايل اللي انا عايزاه. كمان اقدر اختار التيبل دوت مثلا كده، وبرضو هينزل لي هنا كده واغير بقى في شكله وفي حجمه كل التفاصيل ديت. هعمل من هنا كده ديليت للتيبل ده، انا خلاص مش محتاجاه. اول حاجة انا محتاجة التيبل بتاعي الاول اظبط عدد الخلايا بتاعته قبل ما ابدأ اي شغل. فهاجي من هنا كده وهفضل بقى اضغط اد كولم كل شوية لحد ما اوصل للعدد اللي انا عايزاه بالظبط. هكبر التيبل بتاعي شوية كده وانا ضغطة شيفت عشان ما بوظش الابعاد بتاعته، وعشان كمان ابقى شايفة انا بضيف ايه بالظبط. وهكمل بقى اضافة للعواميد بتاعتي ديت لحد ما يوصلوا 31، اللي هو يعني مجازا الشهر بتاعي، كأن الشهر بتاعي 31 يوم. خليت التيبل بتاعي عبارة عن 32 عمود، وهقول لكم بعد شوية انا ليه عملت كده. وعايزة هنا بقى بالطول دي حاجة بقى ترجع لكم. على فكرة ال31 يوم دول لو انتوا مثلا عايزين تعملوا المتتبع ده يكون بس مجرد اسبوعي، خلوه مثلا 7 فقط. عايزين تخلوه كل 10 ايام، كل 15 يوم، العرض دوت انتوا تقدروا تتحكموا فيه زي ما انتوا عايزين المتتبع بتاعكم يكون شكله عامل ازاي. بس انا عايزاه يكون شهري، لان اما اوريكم بعد كده ازاي بشتغل عليه هتحسوا ان هو شكله حلو فعلا لما الشهر كله بيخلص وتبصوا على المتتبع بتاعكم عامل ازاي. العدد اللي بالطول بقى دوت او العدد اللي هو سوري بالعرض دوت اللي هو الصفوف بتاعتي ديت هتكون عدد الساعات اللي انا بشتغلها في اليوم او عدد الساعات اللي انتوا بتذاكروها في اليوم. فكل واحد عارف نفسه، مثلا انا ممكن اشتغل ماكسيموم 4 ساعات او 5 ساعات، في ناس مثلا بتذاكر او تشتغل 10 ساعات. كل واحد يقدر ان هو يظبطه زي ما هو عايز، لكن خلينا نخليه مثلا 8 ساعات، وهنزود صف كمان فنخليهم 9 صفوف. انا عندي هنا اوريدي 8 صفوف، هضيف بس واحد كمان كده هنا. باجي هنا اقف على الجنب واضغط على النقطة دي واضغط الزائد عشان كده الصفوف بتاعتي تبقى اتحطت عندي. ومن هنا كده بقى هرفع واحطه. هظبط بقى الشكل بتاعي زي ما انا حابة. هقرب كده هنا شوية وهنزله لتحت، انا عايزاه يبقى كأنه مربعات مش كأنه مستطيلات. ومن هنا كده هاجي اقوله انا عايزة ان يكون في سيل سبيسنج، يعني ابعد لي كده شوية المسافة ما بينهم. كل واحد زي ما هو عايز، بس انا حابة ان يكون في مسافة شوية ما بينهم. وبرده هنا السيل سبيسنج برضو بغير فيها للشكل اللي يعجبني بالظبط. ومن هنا كده وانا ضغطة شيفت هصغر التيبل بتاعي، ولازم لما اجي احرك من هنا كده عشان يجي معايا شكله مظبوط. وهصغر برضو من هنا كده شوية وهخليه هنا كده في المنتصف. هاجي بقى هنا اضيف عدد الايام بتاعي وهسيب اول خلية من هنا كده فاضية. هقعد اكتب من اول واحد لحد بقى رقم 31. كل خلية بضغط عليها مرتين ورا بعض عشان اكتب فيها. وكذلك هنا برضو هكتب بقى الارقام بتاعتي. ممكن اقف هنا كده واوسع شوية المسافة بين الخلايا اللي عندي. هقف على اخر خلية فيها رقم واول واحدة وانا ضغطة شيفت عشان عايزة ان انا اكبر الرقم بتاعي شوية
وكذلك هنا برضو اول واحدة واخر واحدة، وهخلي الخط بتاعي يبقى 10. بالنسبة للجدول نفسه، السمك بتاع الخط بتاعي يعني يعتبر كأنه 1. اوكي ماشي، الرقم دوت بالنسبة لي كويس، مفيش فيه اي مشكلة، ممكن ازوده واقلله زي ما انا عايزة. والجدول نفسه هعلم عليه واختار ان هو كده هنا يبقى في السنتر، وهرفعه لفوق شوية. هعلم بقى على دول، هاجي عند السيل اللي هي هنا ديت ملهاش لازمة، انا مش عايزاها، هقف عليها. وهاجي من هنا كده من كلمة بوردر، ومن هنا كده من بوردر ستايل، وهشيلها اصلا ان هي يبقى ليها بوردر، واضغط بره بالشكل ده كده، انا كأني شلتها تماما. وهاجي من 1 لحد 8 هنا، دول انا عايزة ازود بس سمك البوردر بتاعهم شوية، فهخلي البوردر بتاعهم يبقى 2، يعني 3 لطيف. برضو في حركة كده بتحصل في كانفا ساعات وانتوا شغالين، تيجوا تصغروا حاجة او تكبروا حاجة، حتى الموضوع ده موجود على الموبايل، تلاقوها معاكم مش بتكبر ولا بتصغر. فالحل بقى التريك يعني ان انتوا تعملوا زوم. لما تعملوا زوم بالشكل ده وتقربوا على الحاجة، هتلاقوها بتظهر وتكبر معاكم بشكل ده طبيعي جدا. بعد كده هضغط سلاش تاني من الكيبورد، وهعمل بقى تيبل كمان. التيبل دوت انا هخليه يكون 2 في 3 بالشكل ده، وهقول له اوكي وهصغره. هقف هنا كده على الخلية اللي على الشمال ديت، واضغط على ال3 نقط دول، وهقول له ميرج سيلز، هيعمل لي ميرج للصف دوت. وهقف هنا كده جوه، وهكتب كلمة المفاتيح. دي هتبقى المفاتيح بتاعة التلوين بتاعي. اعلم على كل الحاجات اللي عندي دي، وعايزة ارفع المسافة تكون فوق شوية، وانا معلمة على كل حاجة هصغر عشان عايزة شوية هوامش جانبية تدي شكل نظيف للتصميم بتاعي. دي هتكون المفاتيح بتاعة التصميم اللي موجود عندي. هنا انا هكتب الالوان تكون عاملة ازاي والحاجات دي كلها. اضغط ار من الكيبورد عشان يطلع لي المربع دوت. من الالوان هنا هختار ان هو ما يبقاش ليه لون، ومن الجنب هنا هختار ان هو البوردر بتاعه يكون 2. خد المربع بتاعي دوت، وانا ضغطة شيفت هصغره بالشكل ده، وهاجي احطه هنا، وانا ضغطة برضو شيفت هصغر هصغر هصغر. هقلل البوردر بتاعه شوية، اخليه 1 افضل. هكرره مرة تانية واحطه هنا، واكرره مرة تانية واحطه هنا، وهكرره مرة رابعة واحطه هنا. هنا انا هحط اللون، الكلام ده يتعمل بقى على الورق. هنا هتكون الالوان بتاعتي، وهنا هكتب بقى الحاجة دي تدل على لون ايه. يعني لو انا مثلا اشتغلت ساعة في المجال الفلاني، او على البروجكت الفلاني، او على المشروع الفلاني، او على المادة الفلانية، كل واحد بقى حسب المواد بتاعته. يعني مثلا لو انتوا عندكم 7 مواد، خلوا كل مادة بلون، ولونوا كل مادة انتوا عملتوها في ايه. التراكر ده في الاخر بيكون شكله تحفة. هضغط سلاش مرة تانية واعمل تيبل جديد، لان ده بصراحة بيسهل عليا حاجات كتيرة جدا. بدل ما اقعد اعمل مستطيلات، التيبل المرة دي هختار بس ان هو يكون عمودين بالشكل ده. وهصغر البوردر بتاعه واخليه يكون 1 فقط، وهشيله كده واحطه هنا جنبه، وهصغره من الجنب من هنا. زي ما قلت لكم بيحصل مشكله ساعات وانتوا بتصغروا الحاجه، فلازم تعملوا زوم عشان ترضى تظهر. لو لقيت ان الجدول بتاعي مش راضي يظهر بالشكل الطبيعي، من هنا كده من السيل سبيسنج، وهقللها على الاخر خالص عشان يكون عندي حرية تماما في ان انا اصغر الجدول بتاعي زي ما انا عايزة. وهخليه يجي مثلا لحد هنا كده، وهكتب هنا كده كلمة ملاحظات، وهخليها برضو بنفس حجم الخط اللي هو 16، بحيث الحاجة تكون. ودوت هو الجدول نفسه. هكرره مرة تانية لكن هصغره بالشكل ده، وهضيفه هنا. وهكتب هنا كده الشهر، بحيث هنا هكتب انا بقى في شهر يناير ولا فبراير ولا في انهي شهر بالظبط. من الكيبورد هضغط تي، او من هنا كده تكست، واضيف تكست جديد. وهكتب هنا الجملة دي بالشكل ده عشان تبقى كده حاجة محفزة للشخص اللي قاعد بقى بيشتغل. ده كده التراكر بتاعنا، وهو سادة وزي ما قلنا انك فريندلي او حلو جدا للطباعة، ومش بيسحب حبر كتير من البرينتر. نقدر بقى ان احنا نلعب فيه كده ونضيف شوية عناصر تخلي شكله من الشكل دوت للاشكال اللي قدامكم ديت. قولولي بقى في التعليقات انهي احلى شكل ستادي تراكر في دول. انا بالنسبة لي بحب اكتر واحد يكون سادة، عشان انا بحب ان انا ارسم والون عليه زي ما انا عايزة، لان بعد التلوين بيكون شكله تحفة جدا. لو عجبكم تصميم النهاردة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان ما تفوتوش الفيديو اللي جاي، لان هنعمل فيه تو دو ليست جميلة لكن عملية جدا جدا، هتساعدكم تنظموا يومكم بشكل افضل، وتقدروا كمان تكسبوا منها فلوس. ولو بتحبوا تضيفوا لمسة لطيفة كده لحياتكم وتعملوا تصاميم لذيذة، فالفيديو دوت انا صممت فيه 4 بوك ماركس مختلفين، او فواصل كتب
بستايلات مختلفة تقدروا تتفرجوا عليه عشان تعملوا بوك ماركس بنفسكم. الفيديو ظاهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، وكمان هتلاقوا الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف. بس كده، الى اللقاء في فيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.